السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان الكرام في فيديو جديد مع عزيز الشريف. رمضان كريم، نتمنى إن شاء الله نكون خفيف على قلوبكم، ونتمنى إن شاء الله هاد المحتويات تكون تنال الإعجاب ديالكم. هاد الفيديو اليوم اللي غنهضر على واحد الإنسان، واحد السيد اللي هو دار بالبالة في السوشيال ميديا، ودار واحد الشهرة، كانت شهرة فاشلة للأسف، اللي هو نزار السبيتي وعلاقته مع ندى حسي. وشنا هو النتيجة اللي وصل لها سي نزار في الآخر؟ كيف كنعرفوا ان نزار السبيتي دار عداوه بزاف مع الناس، سب الناس، كلاشا الناس بزاف، سيرتو الاصدقاء ديالو كلاشاهم، صحابو اللي عزيز عليه كلاشاهم، دور به ناس ما يعني كانوا كيلعبوا به، كانوا كيستغلوا، كانوا يعني كيحمروه بهذا المصطلح هذا. وهو مسكين يعني النية ديالته كان غادي نيته صافيه، والقلب عنده ما عندوش مشكل. هو فهمتي، يعني هو عنده بيضاء بيضاء، كحله كحله، بغات تبيض تبيض، بغات تكحل تكحل، ما عندوش المشكل هو. المهم هو عنده ندى حسي كيموت عليها كيبغيها، ماشي شي حاجه اخرى، ما عندوش فيها المشكل، ولو تكون على حساب الكرامه ديالو ولا تكون على حساب الكرامه المغاربه. على اي، غندخلوا في صلب الموضوع. المناضل ديالنا السي نزار زعما هو ناضل على قبل الحب ديالو، ناضل على قبل العلاقه ديالو باش ندى حسي باش يتزوج بها، وفعلا وصل داكشي اللي بغا وتزوجوا وقضاو الغرض. ولكن هذا الزواج هذا كانوا فيه مشاكل كثيره، وكانت فيه قله الاداب وقله الاخلاق الخايبه، اللي هي كنشوفوا على ان يعني ان احنا المغاربه ما كنتقبلوش ان الراجل يكون مدلول قدام المراه ديالو بالعلن، دبر راسو، لا كان مدلول يكون مستوى في دارو ما يشوفوا حد. ولكن نزار تعدى الحدود ودار كل شيء في الفيديو، اي حاجه كيديرها في الفيديو، حتى التصرفيق اللي كياكل فيه العصا كيديروا في الفيديو، ما عندوش مشكل، حتى السنطه اللي كياكل العصا كيدير فيديو، البوسان اللي يدير فيه فيديو، بوسان الرجلين يدير فيه فيديو. هو بالنسبه لي هو كيفتخر، داك الشيء كيفتخر به. هذا الشيء استفز المغاربه بزاف، استفز واحد النخبه اللي هي متبعه هذا الشيء هذا، استفزاز اللي جعلهم انه يعني هو يوقع في مشاكل كبيره. فوالا حنا كيف شفنا في الخميسات، مشى للخميسات كلا قتله ديال العصا، مشى للمكناس كلا قتله ديال العصا وضربوه بالبيض. يعني حنا كنشوفوا انه في كل فتره، في كل جات واحد الوقت اللي كانوا المشاكل عنده متتاليه، وكان عنده يعني كل نهار ضروري خاصو يدوز عليه بشي مشكل اللي هو ماشي هو هذاك. بالاضافه الى ان العلاقه ديالو مع الدار ديالهم انقطعت، وانه ولا شد ورد في الكلام، وانه ولا كيتبرى من الكنيه ديالو بواحد الصفه يعني ما يبغيوهاش المغاربه. من بعد ما كانوا الناس كيبغيوه بزاف، المحتوى اللي كان رياضي ديالو، كان عنده واحد المحتوى اللي كيدير فيه لي كورميتراج، القصص القصيره وهذا او الافلام القصيره، وكان كيدير داكشي زويون، والناس كتبعو، الناس كانت غاديه معاه. الوقت اللي هو بدل الموجه ديالو لجهه اخرى، وربما طمع، ربما شاف باللي ربما غيكون عنده اشهار كثار وهذا، ولكن للاسف كانت شهره فاشله، وداز لواحد البلاصه اللي ماشي ديالته، ودخل في واحد المعمعه اللي ماشي ديالو. فهو وصل لواحد الدائره اللي ولا تايه ضال، ما بقاش عارف راسو شنو كيدير، ما بقاش فاهم شنو باغي يدير، حتى الاحاسيس ديالو تخلطات عليه، ما بقاش عارف حتى الحاجه اللي يعني ما عارفش حتى الحاجه اللي باغي يقولها، ما كيعرفش يقولها، التعبير مشى ليه، ما بقاش كيعرف يعبر على احاسيسه، يعبر على مشاعره، يعبر على الكلام اللي باغي يقول، ما بقاش. فهو ولا مجرد آلة محطوطه في الدار محطوطه في واحد المكان معين كيستغلوها الناس. يعني كتقول له برك برك، كتقول له نوض نوض، وقف وقف، لا ما تهضرش مع هذا، لا هضر مع هذا، لا ما توقفش مع هذه، لا يعني كان كيتحكموا فيه بواحد الدرجه يعني كبيره بزاف. وهذا الشيء راجع لانه هو ما فرضش الشخصيه ديالته، ما فرضش كرامته في الاول، بقى بدلول، بقى كياكل في العصا قدام المغاربه، وهذا الشيء ما عجبناش. هذا الشيء ضرنا في الخاطر ديالنا، كيف ضر الوالدين ديالو وخوتو اللي هما خرجوا في منابر اعلاميه بزاف، وخرجوا تكلموا بزاف في اللايفات، وخرجوا تكلموا بزاف في السوشيال ميديا، بالحرقه ديالهم على الاخ ديالهم، والام تاهي بالحرقه ديالها على الابن ديالها، والاب تا هو بالحرقه ديالو على ولده. فهما كيتكلموا بالحرقه ديالهم. فالله يحسن العوان، والله يعني الله يسمح لينا من الوالدين هذا.
سي نزار وصل لواحد المستوى اللي هو تخنق صافي ما بقاش قدر، فولا تيكتشف بعض الحوايج اللي هما ما كيعجبوش، ولا تيفيق شويه من القلبه لان الناس بزاف فيقوه، ففين ما كيدخل كيلقى لي كومونتير السبان والمعيار، فهو كيقول او انا بوحدي اللي يعني على حق الناس كلهم غالطين في هادشي، ضروري خصو يدير واحد الالتفاته لراسو، خصو يبرك واحد البركه مع راسو ويرجع الاوراق ديالو ويرجع الدوسيات اللي عنده باش يعرف شنو الخطا اللي هو غادي فيه، والخطا اللي مشى فيه، والخطا اللي مازال كيتمادى فيه. المهم على اخر ما كاين هو انه فاق من القلبه، رجع عيط لصاحبه، يعني عيط للصديق ديالو اللي كان يكلاشي بزاف. تحيه طيبه من هذا المنبر لسي هشام الملولي اللي يعني احتضنوا، دخلوا لدارو احتضنوا رغم السبان المعيار، رغم الكلاشات، رغم كل شيء. دبروا راسهم، كانوا افلام كانوا ماشي افلام، حنا يعني داكشي ما تيهمناش، اللي كيهمنا هو ان كنشوفوا واحد ربما فتره اللي هي بصح نيت ما فيهاش الكذوب، خرج ما لقاش فين يمشي، خصو يمشي لدارهم، دارهم خاصمين معاه، خاصو شي واحد اللي يونسو، شي واحد اللي يعني شي واحد اللي يشجعوه، شي واحد اللي يوقف وسيط بينه وبين دارهم باش الامور تدوز على خير، لانه هو كيف كيشوف راسو ما بقاش عنده الوجه باش يشوف الاهل ديالو، وشوف خوتو وشوف مو وشوف باه، ما بقاش عنده الوجه، لان داكشي اللي دار شي حاجه كبيره بزاف كيسحب يعني ان السيده غادا تدوم ليه. لا ما تدومش لك هذيك السيده هذيك، لان تاريخها يتكلم عليها، تاريخها كيتحدث على المسائل ديالها، باين مسيرتها في الحياه كتكلم، يعني داكشي بلا ما حنا ماشي شغلنا، داكشي بعيد علينا حنا، داكشي ديالها هي. كيف قلت لك، تحيه للملوري، تحيه لسي هشام، يعني كانت رجولة منه أنه احتضنوا في الدار ديالو، بركو وخرجوا شوية، وحاول يفوج لي على النفسية ديالته، وحاول يفوج لي على الخاطر ديالو. والحمد لله كاينين الرجال، كاين الناس اللي كيوقفوا مع بعض، كاين الناس الحمد لله. سمعنا انه قال غادي يمشي يكسيه، يمشي او يمشي يشري لي حويجات زوينين وهذا، لان فعلا السيده عراتو ما خلات لي حتى شي حاجه، فلوس الادسنس كلها كتمشي لعندها، كلشي كيمشي لعندو، كلشي كتمشي عندها هي، كلشي كتستغلو هي والعائله ديالها، كلشي في يدها، ما كيتصرف هو على حتى شي حاجه، فهي ربما كانت كدي واحد 15 مليون في الشهر، هاد الشهرين ولا هاد 3 شهور هادي اللي برك معاه هو. يعني كانت كتستغلو، عاق في الاخر راه رجع في حالته. على اي اللي فات راه مات، وهادشي اللي جاي هو اللي خاصنا نهضروا فيه. الحمد لله الامور كترجع المجارى امام الحق، يعني كي الحق تيبان، الامور كلها كتبان. السيد غيرجع لدارهم الحمد لله، يرجع لمو ويرجع لخوتو ويرجع لحياته العاديه، وينسى عليه شويه. هاد الشيء هذا كان من الماضي، وكان لحو وراك اخويا نزار، تحيه ليك بعدا لانك فقتي وعقتي. المغاربه كانوا مقلقين عليك، حاول تصالح مع المغاربه، حاول تصالح مع الببليك ديالك، لان راه ما عندكش من غيره، يعني اذا خطاك الببليك ما غادي الصراحه ما بقيتي تصور حتى ريال، ما تمشي تخدم في الموقف ولا شي حاجه. هادشي اللي كيبان لي، لان فهمتي، خليك راجل مع المغاربه، خليك كوريكت معاهم، وحاول تصالح مع المغاربه، وحاول تصالح مع البوبليك ديالك، الله يستر عليك. من هذا المنبر كنحيي مروان خو نزار، وكنحيي الاخ نبيل ديالو، الام ديالو، الاب ديالو من هذا المنبر، وكنقول لكم مبارك عواشركم، ومبارك عواشر المغاربه كاملين، ورمضان كريم، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في حلقه مقبله بحول الله.